السلام عليكم. هكلمكم النهاردة عن فيلم ماري جرجس الذي لم يرى النور. صلى على النبي، كل من النبي صلي عليه. يلا نبتدي الحكاية. الحقيقة إن نادية لطفي كانت هي الإمبراطورة، ورشدي أباظة كان بيقوم بدور القائد الأعمى. اللي حصل يا سادة إن سنة 1958 اتقدم المخرج كمال عطية للكنيسة الأرثوذكسية، بيطلب منهم السماح إن هو يقدم قصة القديس العظيم ماري جرجس عشان يقدمها في فيلم. طلبت الكنيسة من المخرج ملخص للفيلم اللي فضل شغال ليل نهار عشان يقدر يقدم لهم ملخص محترم يوافقوا عليه. خلص المخرج الملخص وقدمه للكنيسة اللي قرته بتمعن شديد، وفي الآخر وافقت عليه. ومش بس كده، اتبرعت كمان للفيلم ب5000 جنيه، لأنه طبعا هيقدم سيرة قديس عظيم من عظماء الكنيسة. بس اشترطت شرطين. الشرط الأول إن القصة تتناول حقيقة واقع ماري جرجس ولا تتناول أي شيء بعد رحيله. أما الشرط التاني إن اللي يمثل دور ماري جرجس ما يكونش قدم قبل شيء، قدم أي شيء قبل كده ولا هيقدم شيء بعد كده، يعني يكون وجه جديد يجيبوه مخصوص للفيلم. كمال عطية أجرى حوار لمجرة الكواكب وسألوه عن كاست الفيلم، وقال إن هو غالبا بيدور على فارس يكون طويل القامة، لكن عايز في نفس الوقت يحقق شرط الكنيسة إن هو ما يكونش مثل قبل كده ولا هيمثل بعد كده. وعشان يحل المعضلة دي فكر إن هو يستعين براهب من رهبان الكنيسة في إيطاليا. المحرر قال له طب اشمعنى من إيطاليا بالذات؟ قال له أولا عشان في دير شهير اسمه دير ماري جرجس في إيطاليا. تاني حاجة إن كل الرهبان في مصر بيطلقوا دقونهم، ومن الصعب إن احنا نقنع حد فيهم إن هو يحلق دقنه عشان يقوم ببطولة الفيلم. ولما سأل المحرر عن شخصية الإمبراطور فقال إن هو بيحاول يتفاوض مع شخصيتين أجنبيتين من السينما العالمية، ولو فشل هيقوم بالدور زكي رستم. أما الإمبراطورة فهتكون نادية لطفي. ماري جرجر كان عنده أختين، واحدة هتقوم بالدور زيزي البدراوي، أما الشخصية التانية فالمخرج كمال عطية قال إنه لسه بيفكر مين اللي ممكن تقوم بدور أخت ماري جرجس التانية. أما دور القائد الأعمى فرشح له رشدي أباظة، ودور الساحر فرشح له محمود المليجي. وبعد الترشيحات دي اتكلم المخرج وقال إن هو هيستبعد الممثلين المصريين لأن ملامحهم مغايرة تماما للملامح الرومانية. كمان عنده مشكلة في التمويل، وقال إنه برغم إن الكنيسة اتبرعت ب5000 جنيه وفي بعض المسيحيين الأغنياء اتبرعوا ب10,000 جنيه، إلا إن برضه ميزانية الفيلم ما زالت لسه ضخمة لأنها بتقدر بحوالي 250,000 جنيه. وللأسف حاول المخرج بشتى السبل يوفر ميزانية الفيلم، ويوم بعد يوم شهر بعد شهر لغاية ما اتحط المشروع في الدرج واتنسى مع الأيام، وبقى مجرد فكرة وراحت لحالها. دي كانت قصة فيلم ماري جرجس التي لم يرى النور. أنا أختكم همسة ودي قناتي، من فضلكم ادعموني باللايك والاشتراك في القناة. شكرا جزيلا.